يا إلهي، هذا البيت يبدو بأنه مخيف. نعم، هذا البيت يبدو أنه مهجور. ولكن يا سيدي، هذا هو المكان الذي حددت فيه المكالمة العصابة عندما اتصلوا بك. إذا سنقتحم هذا البيت، هيا بنا، خذا حذركما. العصابة متواجدين الآن في فناء البيت، ونحن وضعنا لهم الكمائن في كل مكان. هذا جيد، وأنتما هيا خذ الفتى إلى الطبق السفلي لكي نهرب عن طريق القطار. اطمئني يا خالتي جيراني، أنا وعمي عنتر سنحرس الفتى جيدا. أيها الأحمق، لماذا جئت إلى هنا ولم تبقى مختبئ في مكانك؟ كنت مكشوف في ذلك المكان، ولا أريد أن أكون طعما للعصابة. أتدري بأنك أنت ورود مزعجان، وأنا لا أحب المزعجين أمثالكم. هذا شأنك ولا يهمني. انتبهوا جيدا، خذوا حذركم. يلا نذبح الذبيحة. يا إلهي، وقعنا في كمين هؤلاء المجرمين. ماذا هناك يا شباب؟ أحد أفراد من العصابة مختبئ في المطبخ، ونحن نقوم بمحاصرته. حاول أن تشغله بإطلاق النار عليه، وأنا سأذهب إليه من الباب الخلفي وأفاجئه. حاضر يا أختي. هيا أسرعوا قبل أن يلحقوا بنا العصابة. ابني فراس، إنها من العصابة، هيا اهرب يا فتى. وأخيرا وجدتك، تعال يا حبيبي. يجب أن أذهب لأخبر عصام وفهد بأن ابني فراس يوجد هنا مع هؤلاء المجرمين. يا إلهي، نفد الرصاص، يجب أن أهرب. حبيبتي انت خلاص، لا تضيعي نفسك. أين يكون قد ذهب ذلك الأحمق؟ يا مجدي، يا راس يا ابوي، يا ابوي الحقوني، انا جيت. أراكم هياكل عظمية يا حبايبي. هيا أغلق عليهم الباب بالمفتاح، فعنتر ورود على متن القطار ينتظروننا. حاضر يا خالتي جراني. يبدو أن جيراني وشباب تأخروا كثيرا. نعم يا عمي، معك حق، فلم نعد نسمع صوت إطلاق النار. ما رأيك أن تصعد إلى أعلى وتستطلع على الأحوال هناك؟ لا أستطيع، العصابة خطيرة ولا أستطيع أن أواجههم. أنا أقصد لا أستطيع تركك وحدك لمواجهة العصابة. ماذا تفعل هناك أيها المشاغب؟ تعال إلى هنا. أنا قادم أيها العجوز. رأيت هذا الولد كيف يستفزني ويجعلني أفقد أعصابي؟ نعم، أنا أشعر بألامك هذا يا عمي، ولهذا يجب علي التخلص منه في أقرب وقت ممكن.
من هو الذي تريد تخلص منه يا عزيزي؟ أريد تخلص من الفأر الذي يوجد في غرفة نومنا يا زوجتي العزيزة. نعم يا عزيزي، فذاك الفأر مزعج جدا. عندما كنت نائمة ظن فمي جحرا فادخل إليه. وماذا حل بالفأر عندما دخل إلى فمك؟ عندها كنت أحلم بأنني أكل الدجاج، وفي الواقع أكلت ذلك الفأر المزعج. أحسنت يا عزيزتي، خلصتنا من ذلك الفأر المزعج. سيدي عصام، استيقظ يا سيدي. نعم، ماذا جرى؟ الحمد لله أنك بخير يا سيدي. سيدتي سارة، استيقظي يا سيدتي. عصام، أين هو أخي عصام؟ اطمئني سيدتي، إنه بخير. أختي سارة، هل أنت بخير؟ أنا بخير، ولكن للأسف التقيت بابني فراس ولم أستطيع إنقاذه من العصابة. وكيف كانت حالته؟ تصرفاته كانت غريبة، فعندما تحدثت معه لم يرد علي بل تجاهلني وذهب مع العصابة بإرادته. هذا غريب حقا. سيدتي، رجلك مصابة وهي تنزف. وقعت في مصيدة تلك العجوز المخيفة، ثم جاءت وضربتني على رأسي. يجب إزالة هذا الحذاء لكي نوقف النزيف. ولكن ليس لدينا ضمادة ولا دواء، فكيف سنوقف نزيف جرحي هذا؟ سيدي، خذ قميصي واصنع منه ضمادا لإيقاف النزيف. شكرا لك يا فهد، أنت حقا إنسان طيب. لا داعي لأن تشكرني، فهذا واجب. الحمد لله، عدنا إلى منزلنا القديم، لأنني أجد راحتي في هذا المنزل. نعم، أنا أيضا أجد راحتي في هذا البيت. وبهذه المناسبة أريد أن أقول للشباب شكرا لكم، فبشجاعتكم انتصرنا على العصابة. لا داعي للشكر، هذا واجب. لا داعي للشكر، هذا نعم واجب. هذا واجب. أحسنتم يا شباب، تفضلوا، البيت بيتكم، أنا سأذهب لأحضر لكم القهوة. نعم، كما قالت زوجتي، البيت بيتكم، ولكن أرضيته متسخة جدا بالغبار، فهي بنا نتعاون على تنظيفه. أنا آسف، لا أستطيع مساعدتكم، فأمي تنتظرني. المعذرة، تذكرت بأن أنا وأخي لدينا عمل. مع السلامة. أنا أيضا تذكرت بأن لدي حيوانات آليفة، سأذهب لإطعامها. لا تنسى الحمام بأن تنظفه جيدا. ولا تنسى المطبخ، فهو ممتلئ بالأواني المتسخة. قبل لا طيح دروسك شاب، اسكت يلا اسكت، لا تتحكى، إذا أسيادك يتحكون، اسكت. عسى تيلر دوسني، عسى طائرة تطيح علي وافتك من الدنيا. أولئك المجرمين أخذوا منا الهواتف، ولا نستطيع طلب النجدة. يجب علينا إيجاد طريقة لفتح هذا الباب. يبدو نحن أيضا سنصبح هياكل عظمية مع الأسف. لا تيأسي، سنجد طريقة للخروج من هذا المكان. سيدي، فأنا أسمع صوت أقدام قادمة إلى هنا. نعم، هذا صحيح، فأنا أيضا أسمع صوت أقدام. وأنا كذلك أسمعه. يا حلو، لا تنسى لايك واشتراكك في القناة.